إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. على بركة الله نواصل حلقات برنامج تصحيح التلاوة. اليوم بإذن الله هو ثاني يوم من أيام رمضان، شهر رمضان المبارك. سنأخذ في هذا اليوم سورتين: السورة الأولى سورة الناس، والسورة الثانية سورة الفلق. سنقرأ بإذن الله سورة الناس ونوضح الأخطاء الشائعة في هذه السورة إن شاء الله بطريقة مختصرة موجزة بإذن الله. على بركة الله سنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس فيها بعض الملاحظات وبعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس. أول آية: قل أعوذ برب الناس. نلاحظ هنا في نهاية الآية حرف مشدد. بعض الناس يقرأ قل أعوذ برب الناس ولا يشدد النون هنا، والصحيح أن يشدد النون لأنها حرف غنة. والنون والميم المشددتين عندما تأتي مشددة نعطيها غنة مقدار حركتان، كما يقول الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. يعني النون والميم مشددتين دائما عندما تأتي تعطيها غنة مقدار حركتان. لا تقول قل أعوذ برب الناس، الصواب أن تقول قل أعوذ برب الناس. الشدة هذه تعطيها غنة، يعني تشد مقدار حركتين ثم تعطي معها الغنة تخرج من الخيشوم. الآية الثانية: ملك الناس. نلاحظ ملك الناس تكررت معنا الغنة. ملك الناس، ولا نقول ملك الناس. الآية الثالثة: إله الناس. نلاحظ هنا الهاء لا بد أن نوضح الهاء.
لا نقول إله الناس، لابد أن نوضح حرف الهاء. إله الناس. تكررت معنا الغنة مرة أخرى. الآية الثالثة: من شر الوسواس الخناس. النون الأولى من شر إخفاء، يعني نخفي النون ونوضح الحرف الذي بعده الشين. من شر الراء حرف مرقق. الراء هنا مرققة، عفوا، الراء هنا مرققة وليس حرف مرقق، لأن الراء تارة يأتي مرقق وتارة يأتي مفخم. من شر لا نقول من شر. بعض الناس يقرأ ويقول من شر، يفخم الراء شر. هذا خطأ، هذا ليس بصواب. الصواب أن نرقق الراء، نجعلها خفيفة جدا. من من شر الوسواس الخناس. مرة أخرى تكررت معنا الغنة. الآية الرابعة: الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يشدد اللام، الذي. بعض الناس يقول الذي يوسوس، خطأ. أنت شددت أكثر، يعني بزيادة، أضعاف مضاعفة. هو فقط تشديدة واحدة. الذي لا تقول الذي، لأن هذا خطأ شائع. كثير من الناس يقرأ هذه القراءة الذي، هذا خطأ. أنت ضاعفت التشديد. هنا شدة واحدة، ليس أكثر من شدة، ليست 3 شدات أو 4. هنا شدة واحدة فقط. فلننتبه إلى هذا الخطأ الشائع. الذي يوسوس، كذلك يوسوس. بعض الناس يقرأ يقول يوسوس في صدوري، يوسوس، لأن من المعلوم أن الضمة تولد الواو. إذا مددت الحرف المضموم يولد لنا واو. يوسوس واو، أتيت بحرف زائد، يعني زدت في حرفا في كتاب الله ليس موجود هنا في هذه الآية. الصحيح أن نعطي الضمة ولا نزيد عليها. الذي يوسوس في صدور الناس. كذلك تكررت معنا هنا الغنة مرة أخرى. يعني استفدنا أن النون هنا في هذه السورة حرف مشدد تكرر معنا في كل الآيات، نعطيه غنة مقدار 2 حركات ونشدد فيها، والغنة قلنا سابقا تخرج من الخيشوم. الذي يوسوس في صدور الناس ركز معي جيدا أيها المستمع الكريم. من الجنة والناس، لأن الخطأ الشائع في هذه الآية من الجنة. كثير من الناس يقول من الجنة، يسقط حرف اللام الساكن. هذا يعني حرف كامل أسقطه عندما يقول منج، يعني قرأ الميم والنون والجيم وأسقط
حرف اللام، واللام هنا ساكنة لا بد أن تأتي بها، والصواب هنا أن نقرأ ونقول سهلة سهلة بسيطة، لا تصعبها على نفسك فتصعب عليك، سهلة وبسيطة. ركز. من الجنة والناس. قلنا أن النون تكررت معنا في كل الآيات. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم. والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الحلقات وأن يجعلها لنا صدقة جارية. وصلى الله وسلم على